بطولة ADCC عندها النظام الخاص بتاعها في حسبة النقط. لازم تفهم ان في فرق واضح ما بين النقط لو انت عديت رجلين خصمك او لا. يعني مثلا الاسقاطات او التيك داونز، لو انت وقعت خصمك على الارض ونزلت فوقه تحسب لك نقطتين، لكن لو نزلت فوقه وانت معدي رجليه كمان يتحسب لك 4 نقط. ثانيا السويبس، يعني انت تحت خصمك وقلبته وبقيت انت فوقه، نفس النظام، لو انت قلبته ونزلت وهو رجليه بينه وبينك تاخد نقطتين، لكن لو انت قلبته ونزلت فوقه من غير ما رجليه تكون في السكه ما بينك وما بينه 4 نقط. ثلاثة الجارد باس. الجارد باس يعني انت عديت رجليه وهو ظهره على الارض، فبمجرد ان انت تعدي رجليه وتتحكم في وسطه تاخد 3 نقط. رابعا واخيرا في وضعين مهمين جدا لازم تفهم ان هم اقوى وضعين في الجوجيتسو للتحكم على خصمك في الارض، وهم الفول ماونت والباك. الفول ماونت ده ان انت قاعد على بطن خصمك او صدره وركبك الاتنين لامسين الارض، وده عليه نقطتين. والباك ماونت ان انت تاخد ظهر خصمك وتتحكم فيه، عليه 3 نقط. حاجه كمان مهمه جدا ممكن ما تاخدش بالك منها، بساط القتال 10 متر بالطول و10 متر بالعرض. لو طلعتوا براهم وانتوا بتقاتلوا بعض لازم تكمل لغايه ما الحكم ما يوقف، دي الحاله الوحيده اللي توقف فيها القتال عشان الحكم يجيبكم في نص الملعب تاني. وده نظام النقط بتاع ADCC اللي بيكافئ التحكم والسيطره على خصمك.